بشتغل بهالمصلحة صار لي 9 سنين طبعا مع والدي. تعلمت من المصلحة وهي مصلحته، وبالأحرى هي هوايتي. وصراحة في ظروف كمان مرت علينا أيام سوداء وأنا ساعدته وساندته، كنت له بنت وصديقة وأخ ومن كل النواحي، ساعدته بكل شيء والحمد لله هلا مستلم المصلحة كامل. ضليت معه متابعة بابا متابعة بروح وارجع معه لحتى يعني من 5 سنين وجاي تعلمتها استلمتها كامل. هلا في يطلع يروح يعرف انه في وراه معلم. هلا هي صعبة يعني رجال مع لانه هي اعمال شاقة جدا، بس ما في شيء صعب على المرأة اذا هي قوت ارادتها ورادت تصل لهذا الشيء، بالاخص إن كان حلم او في عندها طموح نجاحات، واذا هي حابة ما في شيء صعب على المرأة ابدا، ما في شيء صعب عليه. لا سلطة تعالوا على النساء. ايوه بروح على المدرسة واكثر مرات يعني بروح قليل، اكثر ما تروح مع ابي. المجتمع في عندي 3/4 يدعمني والربع كان ينتقد انه لا وانت بنت وهذا الشيء يعني صعب عليك وملايق. ما في شيء صعب على المرأة، عندها طموح عندها احلام، ما يصعب عليها شيء نهائيا. يعني خلص حطت هالشيء براسها سعت له راح يسعى له، ما في شيء صعب. احدادي طبعا عامة، الابواب كل شيء بخص الاحدادي، الديكورات، الدربزونات، ابراج، هناجير، كل شيء مستلم المصلحة يعني بالكامل. يعني هلا الواحد يطلع يفوت براحته وفي وراه معلم. الشعور حلو جدا، لانه انا من السنة وجاي بلشت انه ما عاد اخجل من هذا الشيء، لانه صراحة كنت خايف من المجتمع. في قلت لك الاكثرية ينتقدوا والأكثرية، فيعني إيش بدي أنا؟ هذا كلام عابر سبيل، أنا عندي حلم اليوم بدي أوصله. كلام هذا ما بيهمني، فهمت إنه كلام الناس ما بيقدم ما بيأخر، بالعكس أنا أخسر طموحي بهالحال. شعور يعني عن جد كثير حلو، وأنا بتمنى من كل بنت في عندها طموح وأحلام تسعى له، ما تهتم لحدا أبدا. هي يعني امرأة ناجحة ما تخلي تأثر عليها كلمة والله انه انت مرأة انت ما فيكي انت صعبة عليكي، هذا الشيء عيب، ما تخلي هالشيء يأثر عليها ابدا. يمكن انت اذا تشوفيني قبل ما تعرفي اني بنت. كنت بغطي اطلع مع ابي حتى ينادوني باسم شاب، يجي الزبون يفكرني شاب. هلا لا بلشت اطلع باني مظهر بنت وواثقة من نفسي وخلاص. يعني كل هالشيء بفضل الوالد انه دعمني وقال لي ما في هالشيء، انا افتخر فيكي. لكل قرايبيني واصدقائي يدعموني، يعني اللي تحب بالعكس انا ادعمها واتشرف فيها، وايش ما كان بدها انا اساعدها. انا الوحيده بحب غامر وبحب الشغلات الصعبه جدا، مثل هيك يعني الشغلات الصعبه اللي ما تقدر تنال المراه. انا احاول يعني بدي اكون اثبت للغير انه المراه مو شغلتها الخفيفه او البيت او المطبخ، استاذه تقدر تسوي كل شيء. هلا ما صار لي كثير، ما في كل الناس هون تعرفني اني بنت، لان ما صار لي كثير على السوشيال ميديا نزلت محتواي اني بنت وبشتغل. فالحمد لله يعني عدا هيك الشغل المناسب، الزبون اللي يجي لعنا ما يرجع يروح لغيرنا لو بعد زمن. المتخلفين الجاهليه تلاقيهم امس في تعليق اجاني عم تقول والله انت تشبهي بالرجال. انا ما اتشبه بالرجال، اتشبه بالرجال بالاخلاق، بلبسه والاغراء اللي تعمله. انا بالعكس مساعد ابي ومساعد عائلتي، عم حقق هدفي. انا مو بس اني بخلي كلمه والله انثى امراه ضعيفه ما فيها تسوي شيء، لا انا ما انتكل انه خلص بكره عندي زواج بكره هو يشيل مسؤوليتي، لا انا ما اعتمد على هذا الشيء، اعتمد على نفسي، بحقق اللي بدي اياه بنفسي، ما بعتمد على حدا ابدا. هلا انا حاليا شايله من حياتي قاموس الزواج وهي الامور ابدا. في عندي نجاحات ويعني في عندي احلام وبدي بلش بطريق ادعم كل بنت مثلي انا، وكون خايفه. انا مريت بمرحله عن جد صعبه كثير وخايفة وما اطلع. ابي ما اخجل اروح معك على التركيب الفلاني، ابي في عندك زلمه اطلع اخجل. كان ابي يقول لي شيلي هالشيء نهائيا، ما ضل هالوقت، بالعكس تعاملوا الوالدين بالاحسان. لا بالعكس هيك عم يكونوا يدمروا مستقبل، بالاخص البنت يكونوا عم يدمروا مستقبلها بايديهم. معلش في شيء اسمه انضباط، في شيء اسمه احترام قرار الوالدين، بس مو انه يحرموهم من طموحات واحلام.
البنت مو بس يمكن تفشل بالزواج ورح ترجع، بيكون عندها شيء تستغر فيه. مو بس انه والله اليوم تزوجت، مو كل الزواج ناجح ولا حياة المرأة كلها بس خلص لازم هي تتزوج وقعدتها بالبيت وما لها دخل بشيء. اللي تختار المهنة مو مثل اللي ما تختاري الزواج. حابة يصير صراحة ضل بعملي، بس حابة إنه البنات اللي شخصيتهم شوي ضعيفة ويخافوا من هالمبدأ والشغلة هاي، أقول إنه تسعي لحلمك وتخاف من كلام الناس والعابرين والجاهلية أكثر اللي ينتقدوني أنا بداية سمعتهم. ما تهتم لهذا الشيء لأنه هي بتكون خربت حياتها، بتكون ما كسبت ما وصلت. الآباء جميعاً الله يحفظهم ويطول بأعمارهم، أتمنى يدعموا أولادهم كان بنت أو شاب، يساعدوهم ليحققوا أحلامهم، ما يمنعوهم من إرادتهم. صح إنه في شيء انضباط وفي شيء على الأصول، بس ما يمنعوهم من الإرادة والشيء اللي بدهم يوصلوا. هي المصلحة مو بس إنه أنا اليوم أعرف لحن وقص، هي تعليم وفن. مو بس انه اليوم انا خلص اجاني هالباب بدي قصه بدي اتفنن فيه. بتمنى هذا الشيء يفتحوا مثلا مستودع التعليم وكذا، وانا جاهزه يعني لاي مساعده، بساعد بعلمهم بعمل دوري، انا جاهزه لاي شيء، لانه المراه بدها شوي حدا يدفعها عشان انه تقوى ارادتها وتقوى ثقتها بنفسها.